انا شايف ان احنا عندنا تحدي في ندره الماء، مش احنا بس، المنطقه العربيه بالكامل. طبعا. ايه بقى حاجات احنا بناكلها او بنستخدمها ممكن الويست او البواقي بتاعتها او المخلفات او الهدر او ايا كان يستخدم في ايه كمشروع ونكسب منه كويس؟ كل المخلفات اللي بتطلع من الزراعه هي الرو ماتيريال اللي بتخش معاها في صناعات البتروكيميكال، وتطلع بوليمرز اللي بيسموها بايو ريفاينري واشتغل بيها. اصبح في عصر التحول الى الاخضر وان انا ما عنديش بترول، اصبح الزراعه هي المصدر الطبيعي للمواد الخام. طب ليه يا دكتور الشباب مش متوجه على القطاع ده، قطاع الزراعه؟ حضرتك لمستي نقطة جيدة جدا. عملية تمويل الزراعة بيوصفوها دايما انها هاي ريسك. اللي انا بقوله انها الزراعة، عايز ارجع تاني، اتس ان everybody بيزنس. حاسس اتعلمت ايه من الرحله دي كلها في مجال حضرتك؟ انا لغاية دلوقتي بحس ان انا بتعلم، يعني مش عارف اوقف يعني. لا لازم اسال سر الدموع دي. انا يعني في خلاصة القصة دي ان الواحد لا يزال يتعلم ما هي المياه.